بكم في قناتكم لمسة سلوى. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم كاملين بخير وتكون احوالكم طيبه. رمضان كريم، الله يدخل لكم بالصحه والسلامه وباللي تمنيتوا ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم بقلاوه باللوز بطريقه سهله وبسيطه ودغيا ممكن تحضروها وكتجي اكثر من رائعه. غيتنفعكم بزاف في رمضان وحتى في الاعياد حتى هما. ضروري خصها تكون في المائده ديالكم حيت ما فيهاش مكونات بزاف ودغيا كتحضروها وكتخرج كميه اللي مزيانه. نتمنى هاد بقلاوتنا الاعجاب ديالكم. ودابا غندوزو للطريقه ديال التحضير. هنا غادي نحتاجو نص كيلو ديال اللوز البلدي اللي ديجا فسختو وقليتو. من بعد ما قليتو طحنتو حتى صبح على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. ضروري خصكم تخليوهم فرش شويه باش يجيكم زوين، ما تطحنوش بزاف حتى يولي لكم ملكوك. وبالنسبه للمكونات الاخرى اللي غنحتاجو ليها، غنحتاجو شويه الكوزه، شويه القرفه والعسل. هنا بالنسبه للعسل ما تستعملوش العسل ديال الدار، استعملوا عسل الزمزمي او شي عسل اخر عندكم زوين في المذاق ديالو هو اللي تستعملوا. بالنسبه لعسل الزمزمي راه كيعطي مذاق زوين. هنا استعملت معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الكوزه وكنخلطهم مزيان على هذا الشكل. ومن بعد غادي نوضع العسل. هنا كنوضع 4 المعالق كبار ديال العسل. هنا وضع 2 معالق الاولين وكنحركهم، ومن بعد كنضيف 2 معالق اخرين. وبالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه ممكن تنقصوا. المهم نتوما كديروا بمعلقه وكتذوقوا على حسب الحلاوه ديالكم. كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف وكاين اللي كيبغي ثاني الحلاوه. صافي انا 4 المعالق جاوني هما هادوك في الحلاوه ديالهم. صافي هنا من بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان صافي غادي نوضع هاد المكونات على جنب. ودابا غادي ندوزو باش نوريكم الورقه. هنا غادي نحتاج الورقه ديال الفيلو، راه كتباع في جميع المتاجر الكبرى، كتباع غير ب20 درهم. صافي هنا غادي نحلها وغادي نبقى نحل هذوك الوريقات ديالها بوحده بوحده على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. هي راه كتكون فيها 12 الورقه. الا كانت جديده راه دغيا كتحل لكم بحال هكذا كيف ما كتشاهدوا، ولا كانت قديمه راه كتكون مقطعه وما كتكونش زوينه. صافي غنبقى نحلها على هذا الشكل وفي نفس الوقت كنوضعها في واحد البلاستيكه باش ما تنشفش ليا كيف ما كتشاهدوا. انا راه فرقت هذوك الورقات كاملين وكنغطيهم بهذا البلاستيك على هذا الشكل، حيت راه لا خليتوها معريه دغيا كتيبس ليكم وكتخسر لكم وما بقاش تليق لكم، كتبقاي كتفرتس. صافي هنا كناخذ الورقه على هذا الشكل، ورقه واحده ما يكونوش جوج، غير وحده. كندهنها بشويه ديال الزبده على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. ما تكثروش الزبده بزاف وما تقللوهاش، حيت الا كثرتو ثاني الزبده بزاف راه ملي كتدخلوا هاد البقلاوه للفران راه كتذوب ثاني هذيك الزبده وكتولي لكم هذيك الطعامه لكم غير بالزبده، كتجيش زوينه. صافي هنا كندير هذيك العقده ديال اللوز اللي مفرشه على هذا الشكل طولي. صافي كتبقاو ديروا عينيكم ميزانكم على حسب كل كيفاش كيبغي هذيك البقلاوه تجي. الا بغيتوها تكون كبيره بزاف كتغلطوا باش ترققوها حتى ترققوا. صافي انا كندير هاد الكميه على هاد الشكل وكنرولي وكنبقى غادا وكنزير باش ما تجيكمش الخوا ما بين هذاك العماره تاع اللوز والورقه. ضروري تزيروا حتى تجيكم على هاد الشكل. بالنسبه لهاد الورقه ديال الفيلو راه كتكون حساسه بزاف، ردوا معاها البال باش ما تبداش تقطع لكم وخدموا بها بشويه. وضروري خصكم تكونوا مغطيينها مزيان باش ما تيبش لكم دغيا وما تبقاش تفرتس، وكتبقاو كتجبدوا غير بورقه بورقه حتى كتخدموا هذيك الورقه ديالكم وكتعمروها باللي بغيتو. ولكن خصكم دغيا تزربوا عليها، ماشي دهنوها بالزبده وتمشيو تقضيو شي حاجه. راه الا مشيتو قضيتو شي حاجه ورجعتو راه دغيا في رمشه العين كتيبس ليكم واخا تكون مدهونه وكتولي كتفرتت وما تليقش تخدموا بها حتى شي حاجه. يعني ديما تبغوا تخدموا بها اي حاجه حلويات او مملحات دغيا زربوا عليها باش ما تضيعوش فيها. صافي هنا من بعد ما دهنت الورقه ديالي مزيان كنوضع اللوز على هذا الشكل وكنحاول نقادو باش يجيني الحلبول ديالي في قياس واحد، ما تجينيش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه. صافي كنقادو بهذا الشكل ومن بعد كنبقى كنروليه وكنزير في نفس الوقت بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. ضروري خصكم تبقاو تزيروا باش ما تجيكمش الخويه ما بين الورقه والعقده ديال اللوز، حيت لا جاتكم هذيك الخويه ملي كتقطعوا هاد البقلاوه ما كتجيش المنظر ديالها زوين، كيبقى كيبان هذاك الفراغ ما بين اللوز والورقه وما كيجيش المنظر زوين. صافي هنا بعد ما كملت هذاك اللوز اللي عندي كامل كنوضع هاد الحرابل في هاد اللاطه اللي دهنتها ديجا بالزبده وكندهنهم كاملين مزيان بالزبده.
صافي من بعد كنشعل الفران على درجة حرارة 160، كنشعل عليه من التحت ومن الفوق حتى كيسخن. عاد من بعد كندخل ليه لاطا ديالي وكنرد ليها البال حيت راه دغيا كتلهب ليكم ودغيا كتحمر، غير كتلاخذ لكم واحد اللون ذهبي من التحت ومن الفوق. صافي من بعد كتخرجوها. وقبل ما غادي ندخلها راه ضروري خاصني نقطعها، حيت الا جلستو دخلتوها بحال هكذا وحتى خرجوا عاد قطعتوها راه غتبقى كتفرت لكم، حيت الورقه كتكون مقرمشه وكتبقى كتفرتت. يعني من الاحسن تقطعوها قبل ما تدخلوها للفران. صافي هنا كنقطعها على هذا الشكل كيف ما كتشاهدوا بهذا الحجم. نتوما ممكن ديروا الحجم اللي بغيتو، ممكن ديروه كبير او صغير اللي كيناسبكم. صافي غنبقى مستمره على هذا الشكل حتى غادي نقطع هاد البقلاوه اللي عندي كامله. عاد من بعد غندخلها للفران. وبالنسبه للناس اللي باقي ما شاركوش معايا في القناه ديالي، نتمنى تشرفوني في قناتي وتشاركوا معايا وتدعموني وديروا لي لايك وديروا لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهذه هي بقلاوه من بعد ما خرجتها من الفران. ضروري تسقيوها وهي سخونه باي عسل كتفضلوا. صافي هنا غادي نسقيها بالعسل وغادي نخليها حتى تشرب العسل مزيان. عاد من بعد غادي نقدموها. وهذا هو الشكل النهائي ديال البقلاوه، كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه بزاف، كتجي مقرمشه وسهله في التحضير وكتخرج لكم كميه اللي مزيانه. نتمنى هاد البقلاوه تنال الاعجاب ديالكم وبصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد.